اهلا بكم يا اخواتي في فيديو جديد من قناه نجم التوقعات. النهارده معانا توقعات مباريات يوم الاثنين 8/9/2025. بس قبل ما نبدا حابب اقول لك ان احنا وزعنا فلوس خلاص على التليجرام بتاعه المسابقه وظبطنا الدنيا وكل حاجه تمام، فانت انضم دلوقتي لقناه التليجرام. وعايز اقول لك برضو ان القسيمه بتاعه امبارح هي عدت زي ما انت شايف. القوت 15 500 جنيه خدناها 7700 جنيه تقريبا. تمام. ودي كانت اول قسيمه. ومعانا برضو ثواني، معانا القسيمة اللي هي كانت أود 4 اللي هي كانت بتاعة اليوتيوب. الفيديو اللي فات هي كانت أود 6 بس عشان في حدث استرداد بتاع سلوفاكيا، فخدناها أود 4.5. فانت شوف بقى، انت دي ما نزلتش على اليوتيوب فدي هتلاقيها على التليجرام، فانت لازم تنضم دلوقتي لقناة التليجرام. هتقول لي بفلوس، اقول لك ببلاش، انا ما عنديش حاجة بفلوس. تمام. القسيمه امبارح بس الوحيده اللي خسرناها هي دي، كان بسبب الجون بلجيكا السادس، وسلوفاكيا ما جابتش جون كمان في الماتش، او ما جابش كمان جون في الماتش يعني، انما كلها عدت زي ما انت شايف. تمام كده. تمام. تعالوا كده نشوف مع بعض النهارده معانا ايه. معانا 11 حدث. تمام. مدينا كام قود؟ 13. انا كده كده هنزل بقيه الاكواد على التليجرام، فانت اتاكد ان انت منضم، واحنا بنتكلم وكل حاجه زي الفل هناك، وبنعمل مسابقات برضو. تمام. معانا اول ماتش كده في القسيمه، ماتش اسكتلندا وبيلاروسيا. انا عملت فرصه مزدوجه لاسكتلندا، انت عايز تعمل فوز اسكتلندا اعمل فوز اسكتلندا، مفيش اي مشكله. تمام. معانا تاني ماتش كرواتيا، عملت فوز صريح لكرواتيا. الماتش هيبقى سهل جدا بالنسبه لها وعلى ارضها فعادي يعني. تمام. معانا برضو ماتش السويد وكوسوفو، عملت فرصه مزدوجه للسويد. تمام. ونروح للماتش ايطاليا واللي ما يسموش، عملنا فوز لايطاليا، فوز صريح. انت عايز تعمل فرصه برضو مزدوجه لايطاليا براحتك، بس انا ان شاء الله ايطاليا تفشخ الاشكال دي. تمام. معانا ماتش جبل طارق وجزر فارو، عملت فرصه مزدوجه لجزر فارو. تمام. معانا ماتش تشاد ومدغشقر، عملت فوز مدغشقر فوز صريح. الماتش هيبقى على ارضها، هيبقى سهل بالنسبه لها. تشاد تعبانه، مدغشقر عايز تتاهل، ليها حسابات كده. تمام. برضو نفس الكلام في ماتش ليبيا، عملت فوز ليبيا. تمام. وماتش الجزائر وغينيا. طيب الماتش ده هو مش سهل ومش صعب، بس انا يعني ايه، جبت لكم من ابو اخر، عملته مجموعه اكتر من هدف. جون واحد في الماتش كله جه في جون استرداد، جه في جونين كويس قوي يعني، هنكسب. تمام. الماتش ده يا جماعه مش عايز اقول لكم ان هو انا متاكد منه، هو ان شاء الله ده بنسبه 100%. مش هقول لك بقى ايه، عايز ترمي كل اللي معاك ارمي، بلا ما ان شاء الله هتكسب الماتش ده، ان شاء الله هتكسبه اكيد. تمام. معانا ماتش برضو موزمبيق. انا عملت مجموعة واحد اللي هي موزمبيق تجيب هدف او اكتر يعني، جون هيبقى استرداد، هدفين هناخد فلوسنا بالمكسب. تمام كده. طبعا بصوا الاحصائيات قبل كده، اصلا موزمبيق بقى لها ماتشين ما بتسجلش، فده هيبقى بالنسبه لها ماتش حياه وموت برضو الماتش ده، وغير كده هو على ارضها فهتأدي الماتش ده ان شاء الله. تمام. معانا اخر ماتش كده، ماتش سلوفانيا وسويسرا، عملت الشوط الاول مجموع واحد. خد بالك الشوط الاول مش الوقت العادي، الشوط الاول مجموع واحد اللي هي سويسرا اقل من 1.5، يعني سويسرا ما تجيبش جونين الشوط الاول. تمام كده. في ماتشات انا مش حاططها، بس انا ببعد عن اي حاجه ريسك، ببعد عن اي حاجه تجيب لنا الضغط والسكر والكلام ده، فانا بلعب على الهادي خالص، وبحاول ان انا اجيب لك كل المضمون من الاخر. تمام. القسيمه دي انا هحط عليها 1000 جنيه، مش عامل زي امبارح يعني. امبارح انا حطيت 500 خدتهم 7000، فانا هحط اي 1000. تمام. مش بطمع والله ولا حاجه، بس انا معايا فلوس فهحط 1000. تمام. تعالوا كده في السريع نراجع القسيمه. عملت فرصه مزدوجه اسكتلندا، فوز كرواتيا على ارضها، فرصه مزدوجه للسويد، وفوز ايطاليا ان شاء الله على اللي ما يسموش، وجزر فارو عملت فرصه مزدوجه فوز او تعادل، وفوز مدغشقر، وفوز ليبيا والجزائر وغينيا عملت مجموعه اكتر من واحد، وفوز بنما، وموزمبيق تجيب هدف في الماتش كله، وسويسرا في الشوط الاول ما تجيبش هدفين. دي كده القسيمه بتاعت النهارده. حابب اقول لك لو انت عايز الاكواد دي كلها، التراكمات دي كلها هتلاقيها في جروب التليجرام. انت لازم تبقى في جروب التليجرام، مفيش حاجه عندي بفلوس، كل حاجه عندي مجاني وبس كده. لو انت وصلت لحد دلوقتي ما تنساش ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك وبس كده. سلام.